السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبعد شوية عن الكورة وعن الرياضة ونتكلم عن الحدث اللي حصل اللي سوء سمعة مصر بطريقة شنيعة. مروان مشاكل وفرح مروان مشاكل واللي جه من ورا فرح مروان مشاكل. مروان مشاكل أنا في وجهة نظري شخصية مصطنعة، يعني في حد راعي للموضوع دوت هو اللي صنع الشخصية دي عشان يضرب بيها ترندات. كلام مرسل وخلاص، لا، انا لاحظت كم نقطة كده كنت عايز اتكلم فيها. مروان مشاكل عنده حرف الدال ضارب، وحرف اله ضارب، وحرف الب ما بينطقوش. ويعلم ربنا ان ده مش تنمر ولا حاجة، هو جايز من جواه شخصية طيبة بس في حد استغله يعني. حرف الدال ما عندوش معاه مشكلة، هو بيصطنع ان هو معاه مشكلة مع حرف الدال وحرف اله وحرف الب. طب تعالوا نثبت بالدليل، تعالوا نثبت بالدليل نشوفه بينطق حرف الدال ازاي. عادي جدا. لكن اي حد غريب مش معصوم مستحيل انه يخش. مفيش اي مشكله، اي حد هيخش اي حد مش هيخش عادي. حرف الدال بيتنطق عادي. اتفرج عليه في فيديوهات تانية تلاقيه بيقول لك حرف الدال مفيش حد يا جماعه هيعمل حرف الدال يطير. ليه؟ ليه؟ عشان يلفت الانظار والعمليه تدور والترند يضرب. طب حرف اله ما بينطقوش، بينطقوا ح، بينطق اله ح. عنده مشكله مع حرف اله؟ لا. فين الدليل؟ اتفرج. عمر، انتوا بتهزروا ولا ايه يا جماعه؟ في ايه؟ عادي جدا بيتنطق حرف اله عادي جدا. طب ايه الحكمه في اللي حصل؟ الحكمه في اللي حصل ان من وجهه نظري راعي موضوع الترندات والطفح اللي بيطلع علينا من التيك توك دون، حب يجمع المجموعه كلها في مكان واحد وتعمد ان هو ولا في فرح ولا في بتاع. على فكره عشان بس الناس تبقى عارفه، ده هو قاصد، موضوع مدبر وليه سيناريو وكل حاجه. فرح يبوظ ويطلع. فايه اللي يتم بعد كده؟ ايه اللي يتم بعد كده؟ كل شخص كان في الفرح، كل شخص حضر الفرح ده هيطفح علينا فيديوهات الفترة الجاية. هيطفح شبيه الاندرتيكر، واللي مسمي نفسه حلم شبيه حلم، وشبيهة زبيدة ثروت. لو اني ما اعرفش يا شبيهة زبيدة ثروت منين. بصوا كده انتوا معايا، منين حتة مع جايز يكون صوابع رجلها زي صوابع رجل زبيدة ثروت، انا ما اعرفش. كل الناس دي هتطفح علينا الفترة الجاية في فيديوهات. يعني الفرح ده كان مرسوم عشان خاطر يصنع مجموعة ترندات لكل اللي انتوا شفتوهم دول لمدة سنة جاية. زي ما بيقولوا كده تجديد دماء. فتح باب الغسالة، 2 قبل كده اتمسكوا غسيل أموال. طب نعمل ايه؟ كروت اتحرقت. شوف جديد، هات جديد. ومش هات جديد وبس، مش هات جديد وبس، جهز البلان اللي وراه عشان لو ده اتمسك يبقى عندنا جيل كامل على التيك توك اقدر استغله واعمله غسالة. بس الشعب بتاعنا مقسوم لكذا فئة. في الطيب اللي بيصدق، وفي اللي بيتفرج عشان يضحك، وفي اللي بيتفرج عشان الحاجات التانية بنات وبتاع، وفي اللي بيتفرج عشان مثلا يقول حسبي الله ونعم الوكيل وده مش كل الناس وتيرة واحدة. بس النتيجة ايه؟ النتيجة ان سمعتنا بقت في الارض. في عرض ربنا، في عرض ربنا يا تقطع. هي كانت فرصة كبيرة والناس دي كلها ملمومة في حتة واحدة ان يحصل ابادة جماعية. والله العظيم يحصل ابادة جماعية. انا اقنع ابني ازاي وهو ماسك تليفون في ايده؟ اقول له ما تتفرجش على الناس دي، الناس دي طالعه له في كل حتة. اقول له ازاي راعي ربنا؟ اقول له ازاي ما تكلمش اللي اكبر منك بطريقة مش كويسة؟ اقول له ازاي القيم والمبادئ اعلمها له ازاي وهو كل ما يمسك تليفون يشوف الاشكال دي قدام منه؟ وطالع يصلي، بيصلي وطى في الارض وراح قايم ولا تشهد ولا بتاع، وامن على الارض سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعدين ايه حسن الله ونعم الوكيل دي؟ يعني ما انت ما عندكش مشكله مع حرف الب. ايه حسن الله ونعم الوكيل دي؟ والله ما تنمر، بس انا عشان عارف ان دي مصطنعات، حاجات مصطنعه، فما تدخلهاش في الدين.
حاطط كاميرا ليه انت وانت بتصلي؟ ده اذا كنت بتصلي اصلا. اتفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حس الله ونعم الوكيل، حس الله ونعم الوكيل. وفي النهايه انا بعتذر عن طول الفيديو، انا متاسف لحضراتكم واني وريتكم النماذج السيئه دي، بس ده من استفزازي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.